تعالوا نسمي كده بسم الله وندخل على الطريقة على طول ونشوف المقادير وطريقة التحضير سهلة وبسيطة ان شاء الله. مش هتاخد معاكي وقت نهائي. حطيت شوية مية كده على النار لغاية ما غلت عشان نسلق فيها المكرونة. هنزل بيها بشوية ملح وهنزل كمان بشوية زيت. هنزل فيها بنص كيلو من المكرونة القلم او الكيس اللي هو بيتباع 450 جرام. 90% كده تسوى، ما تسويهاش سوا كامل للاخر. هسيبها كده لغايه ما تتسلق ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. المكرونه تتسلق معانا. تعالوا نعمل معانا تعصيجة اللحمه كده وانتي شغاله. خلي كل حاجه كده شغاله معاكي على البوتاجاز عشان نخلص بسرعه. حطيت بصله كده كبيره او اتنين متوسطين. حطيت عليها نص معلقه صغيره من الملح الفلفل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. تيجي اقلب كده. البصله عايزاها تدبل مش عايزاها تتحمر، يا دوبك هتدبل بس معانا. قطعة كده من اللي بشرتها بالشكل اللي انت شايفاه، ودي اختياري. حابة تحطيها تمام، مش حابة براحتك، دي اختياري. بس هي بتعلي التست معانا وبتخلي اللحمة ليها طعم خطير. نزلت بيها كده من وقت للتاني كده ندي تقليبة للمكرونة معانا. هي خلاص دخلت في السوا اهي. ابتدي اصفيها لكن مش هبردها بالميه، انا عايزاها تفضل محتفظه بالنشا اللي فيها. صفيت المكرونه كده معايا لكن ما بردناهاش بالميه زي ما اتفقنا مع بعض. هبتدي بقى كده اجيب حله ونعمل البشاميل، ولسه البصله معايا بتاعه اللحمه. ادي البصله دبلت معانا زي ما انت ما شايفه بالشكل ده كده. انا مش عايزاها تحمر، يا دوبك تفضل بالشكل اللي انت شايفاه ده كده قدامك. تمام خلاص كده هنزل عليها باللحمه المفرومه وهبتدي اعصجها كده مع البصل. تعصيج عادي خالص زي ما بنعصج اللحمه بتاعه البشاميل بتاعه الجلاش. تعصيج لحمه عادي خالص. عايزه اقول لك ريحه اللية رائعه رائعه رائعه، مخليه ريحه البصله واللحمه تحفه. بس طبعا دي اختيار. الناس ما بتحبش اللية خلاص ما تحطهاش. هتحطي معلقه سمنه زي ما اتفقنا. وسلام بقى لو السمنه دي بلدي. كمية اللحمة اللي أنا حطيتها هنا أقل من النص كيلو. ممكن تعملي صينية البشاميل بحوالي ربع كيلو لحمة مفرومة بس بتكتري كمية البصل، وبالطريقة دي بتضافي معاكي الكمية بتاعة اللحمة. انزل عليها بحاجة بسيطة كده من الملح زيهم من الفلفل الأسود عشان اللحمة كمان تبقى متطعمة معايا ومتحيقة. حله كده معايا فاضيه على النار. تعالوا نعمل معانا البشاميل على ما اللحمه معانا تتعصب. ونزلت فيها بمعلقتين كبار او 3 معالق كبار من السمنه، 5 معالق كبار من الدقيق. انا بحب انخله كده عشان اضمن ان كل حاجه عندي نضيفه. ابتدي اشوح الدقيق ده كده مع السمنه لغايه ما احس ان الدقيق لونه غير كده حاجه بسيطه مع السمنه عشان اضمن ان الدقيق معايا استوى. اللحمه اتعصجت اهي كده معايا تمام كده وزي الفل. بصي بقى مفلفله وجميله ازاي. خلاص كده الدقيق استوى معايا. في ناس بتحب تزود كميه السمنه عن كده، بيبقى الدقيق غرقان خالص في السمنه. انا ما بحبش كميه دهون كتيره فيه. هو خلاص كده استوى معايا وتمام. حابه تكتري كميه السمنه عن كده مفيش مشكله. ابتدي انزل معايا بكيلو من الحليب. مش عايزه بقى ايدينا تتشال نهائي من الحله. هفضل اقلب كده علشان ما يكرست معاكي البشاميل كأنك بتعملي مهلبية. هنقلب بالطريقة دي كده. معايا كده 4 بيضات عليهم ملح وفلفل اسود، وهبتدي اربهم كده. ولسه البشاميل اللي معايا على النار، طبعا انتي ما تشيليش ايدك منه نهائي. هو لسه ما وصلش معانا للقوام اللي احنا عايزينه. هنرب البيض بالشكل ده كده عشان لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه في البشاميل هننزل عليه. البشاميل اهو ابتدى يتقل معانا. شايفه قوام البشاميل عامل ازاي؟ ما شاء الله، ولا كلكع ولا اي حاجه. كنت عملت معاكم قبل كده طريقه البشاميل في الخلاط للناس اللي لسه مبتدئه والناس اللي بيفشل معاها البشاميل. طريقه سهله جدا وبسيطه. عملنا البشاميل كله بالبيض باللبن بالدقيق في الخلاط. هسيب معاكم الطريقه في صندوق الوصف وهتظهر معاكم ان شاء الله في علامه الاي. كده القوام معايا بقى تمام وزي الفل. عايزه تقليه عن كده تقدري تسيبيه شويه تاني على النار زي ما تحبي. انا بحب القوام ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي.
هنزل عليه بالبيض اللي معايا، وايد نازله بالبيض وايد التانية بتقلب. متعمليش اكتر من كده غير انك هتطفي النار وتسيبيه لما يبرد، ونقفل الصينيه بتاعتنا مع بعض. هنحط ازاي البشاميل على المكرونه علشان يطلع معانا زي وش الكيكه بالظبط. يعني الصينيه هتطلع معاكي زي وش الكيكه كده. بصي بقى كده خلاص طفينا النار ومش عايزه اكتر من كده. طبعا كل ما بيقعد بيتقل. البشاميل اهو خلاص كده برد معانا. هنقفل بقى الصينيه. في الاول كده اخدت كميه من خليط البشاميل حطيتها في طبق لوحديها. هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. دي البشاميل بتاعنا. هبتدي انزل عليه بكميه المكرونه اللي احنا سلقناها من غير ما نبردها. ننزل كده بيها. قلبتها بالطريقه دي كده كلها وغلفتها بالبشاميل. جبت معايا صينيه كده مقاس 26، وممكن كمان تحطيها في مقاس 28 المقدار اللي معانا ده. حطيت فيها حته سمنه وبدرتها بالدقيق زي ما انت ما شايفه كده، كانك هتعملي بالظبط صينيه الكيكه. بنبدرها بالسمنه وبالدقيق. في ناس بتحب تحط كميه بشاميل من تحت بدل السمنه والدقيق، براحتك. حابه تحطي البشاميل، حابه تحطي البشاميل تمام، حابه تحطي زي ما انا عامله كده. وانا بحب الطريقه دي اكتر لان البشاميل بتاعنا بيكون في بيض، فبالتالي ممكن يلزق معاكي من تحت وتتحرق كمان معاكي، فلا كده افضل واحسن بكتير. هنزل بنص الكميه معايا من المكرونه. نزلنا بنص كميه المكرونه، هبتدي انزل عليها باللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض. وزع بقى اللحمه كده كويس على الصينيه. شوفي كده. ابتدي انزل عليها بباقي المكرونه كده اللي معانا. وبرضه هوزعها عليها بالشكل ده كده. دي بقى تجيب الخليط بتاع البشاميل اللي انا كنت شايلاه على الجنب، انزله كده على الوش وتفرديه بالشكل ده كده. وهدخلها في الفرن على درجة حرارة عالية الرف الوسطاني لغاية ما الاقيها الوش بتاعها احمر كده، بتكون استوت معانا وتتاكل وبألف هنا وشفا. لو وصلتي بقى لغايه هنا في الفيديو ولسه ما حطيتيش اللايك، حطي لنا اللايك الجميل وحطي لي تعليق حلو كده منك يشجعنا ان احنا نكمل مع بعض. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي ونورينا في القناه وفعلي زر الجرس وخليه على الكل علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. حطها بقى في الفرن على درجه حراره عاليه زي ما قلنا في الرف الوسطاني، ونشوف هتبقى عامله ازاي وتطلع معانا يبقى شكلها عامل ازاي. نسويها ونرجع تاني مع بعض. كده من الجناب الاول عشان تطلع معانا بسهوله. هي لسه سخنه، المفروض تسيبيها لما تبرد شويه وبعدين تتقطع. شايفه بقى المكرونه طالعه معانا في منتهى الجمال. لسه طبعا بنارها، المفروض زي ما اتفقنا تسيبيها لما تبرد شويه عشان تطلع معاكي متماسكه وطعمها خطير خطير خطير. عايزه اوريكي الصينيه كمان. بصي ولا لزقت معانا ولا اي حاجه. شايفه شكل الصينيه تحفه تحفه تحفه. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس تخلوه على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. ولو ما اشتركتيش اشتركي معانا وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.